المشاركة في برنامج جماهير الشعراء بالنسبة لي كانت هو الحلم الذي لن يتحقق أبدا، لأني كنت أعتبر نفسي دائما بعيدا عن مستوى الشعراء الذين أتيح لهم أن يشاركوا في هذا البرنامج. لكني هذه السنة قلت سأدلي بدلوي وأجرب لعله وعسى. غفت العيون على الجراح ولم تزل دمعا بدرب التيه يجترح المقل. من فاه ألف معرة مكلومة في غربتي نسجت دروبا للوجل. شقت عصاي بطارق أوجاعها ضاد على لثغ الأسنة ترتحل. أهنئك على هذه القصيدة وأنا أجيزها وأتمنى لك التوفيق. تبدو القصيدة ثقيلة ولو أنها كلاسيكية، ولكن مثقلة بالثقافة الحديثة، فهي قصيدة جميلة. ودون الدخول في التفاصيل أنا أجيزك. الحمد لله. حسنا، أنا أعجب بك الله يكرمك وأعجب منك. أجيزك وأتمنى أن تبذل جهدا لتطوير الشعرية العربية. أتمنى إن شاء الله. شكرا. وأنت مجاز بالإجماع. والله لا أخفي أنني دخلتها متوترا قلقا بنسبة، كنت أعتقد أنني لن أوجز بصراحة، فدخلتها يعني بشكل عادي لأنني كنت أنتظر الباب المقابل يقول لك شرفتنا شكرا. فالحمد لله يعني وقع الذي لم يكن متوقعا، فأكيد أنني سعيد جدا. ليندا إبراهيم من سوريا. المشاركة الأولى لي. عملي له علاقة بالثقافة بشكل عام وبالشعر أيضا، فأنا أعمل لدى وزارة الثقافة السورية. أنا امرأة الأرض لي جسد من رفات السنين، ووجهي بياض ودمعي كملح البحار قديم، وتاجي سنابل للجائعين. أعتقد أن تجسدك الشعري في الأرض ونداءاتك تعكس قدرة شعرية حقيقية، وأجيزك. شكرا. شكرا لك على هذه القصيدة. شكرا. أنا أجيزها وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك. أنت شاعرة أنثى تحملين هم الأنثى، لكن تقسين على نفسك وعلى الأنثى كثيرا. لي جسد من رفات السنين، أنا امرأة من يباب. ما هذه الصور القاتمة؟ لكنها صور قاتمة وجميلة، ومن ثم فأنت مجازة بالإجماع. لا يخلو نص من ملاحظات سواء كانت إيجابية أم نقدية أم شعرية، ولكن نصي هذا أحبه وأؤمن به، ولهذا ربما شعرت بكل كلمة به بهذا النص، وعليه فقد أجزت بالإجماع من قبل اللجنة. في اليوم الثاني قررت لجنة التحكيم تمديد وقت المقابلات نظراً لكثرة الشعراء والإقبال الشديد على البرنامج. نيفين عزيز محمد، جنسية أردنية الجنسية، مقيمة في فلسطين منذ الولادة. ماجستير تطبيقات لغوية وترجمة أدبية. أول مرة بشارك هون. يفوح الهوى مني كما العطر في الزهر، ويشرق وجه الحب كالشمس في عمري. عشقتك جهرا مثل أي حمامة تطير أمام الناس من مطلع الفجر، وفرحة روحي بانتظارك مثلما ولادة طفل بعد عمر من الصبر، وفكرة أني في فؤادك موطني، وأن مكاني فيه كالوحي في الشعر،
تبادلني نبضا جميلا وراحة، وترفع يا نور المحبة من قدري. أنا أظن أنك موفقة في اختيارك للنص، وأنا أجيز النص. شكرا لك نيفين. حتى نتعلم كيف يمكن أن يكون الرجل على هيئة نبض حينما يدق في عروق الأنثى كما يدق القلب في جسم الإنسان. أنت تتحدثين عن المرأة أم عن نفسك؟ أنا أتحدث عن نفسي بصفتي امرأة. بالتوفيق، أنا أجيز هذا النص. شكرا جزيلا. يبدو أن هذا النص جميل، وخصوصا مطلعه يفوح الهوى مني كما العطر في الزهر، لكنك أحيانا تقعين في النظمية بحكم طلبك للقافية، وترفع يا نور المحبة من قدري. يعني هذه من قدري هنا كأنها أساءت قليلا ما إلى هذا النص الجميل الذي أجيزه وأهنئك، ومن ثم فأنت مجازة بالإجماع. الحقيقة أني قرأت بضعة أبيات، لم أقرأ القصيدة كاملة، والحمد لله كانت بداية القصيدة موفقة ومطلعها جذب لجنة التحكيم، وقالوا أنهم اكتفوا بهذا القدر من العطر، والحمد لله أجاز النص. في نظري أنه يعني لا يمكن تحديد ما أقدر أتوقع هل فوز امرأة أم رجل. فوز المرأة وارد، يعني ما دام الذي سيفوز هو الشعر. وهمست لي لم أدخر عشقا، وجئتك حافي الآمال درويشا تزمل بالدعاء مبعثرا، ما بين ما أبقى وما نهب الرحيل صافحت قلبك، لست أذكر حينها كيف ابتدأت وكيف مت، متى بعثت مبشرا بالخلد بالغفران والصفح الجميل. أنا أظن أن هذه القصيدة جيدة وتشف عن شعرية حقيقية، وأجيز هذا النص. القصيدة كانت يعني مليئة بالشعرية، مليئة بالعفوية في الصياغة، مما يجعلني أجيزها. متمنى لك التوفيق. هذه قصيدة أجمل من قصيدة التفعيلة. الله يكرمك. طيب، وأجمل من القصيدة العنبودية. أيوة كده. فهي شكل شعري جميل شكرا جزيلا وأصيل، ولا يعبر إلا عن الشعرية السودانية. الله يكرمك. الحميمة الصميمة. هنيئا لك. شكرا أنت جزيلا. مجازة بالإجماع. تنوعت موضوعات القصائد خلال المقابلات، لكن بعض الشعراء قرروا أن تكون قصائدهم غارقة في الحزن والتشاؤم. سمائي معطلة ودمائي طلول، طف مثل قافية مملوءة شجنا، تاهت بنا مدن لا تشبه المدنا، طف واسكب الليل في كاسات من رحلوا، صار النشيد صدى، صار الصدى كفنا. من الواضح أن اللحظة التي تصورها في هذه القصيدة لحظة قبض وليست بسط، انكماش وليست تفتح وازدهار. تنكرني وجهي وغابت ملامحي، وصار دمي ماء بشرع المذابح، أنا الوطن المذبوح عن بكرة الردى، تقاسم لحمي أولياء المصالح، تكالب أبنائي وزاد عقوقهم، وأنكر أصحابي رباط التمالح. هذه القصيدة فعلا لطائمية فجائعية. صورة هاربة من حائط عراقي، هكذا ينبض قلب بغداد، قلب المدينة للغياب سيخفق، وعلى جدار الذكريات يعلق، قلب المدينة كالربيع سيرتمي في حضن شمس للجفاف ويحرق. هذا النص تهيمن عليه
يعني النزعة التشاؤمية، التعليق، الإحراق، التشرد، التبعثر، الموت، النزيف، الخنق، يعني أعوذ بالله. أراني كتابا على ظهر بغل يظنونني البغل بالمكتبات، سآوي بنفسي لركن شديد وأكسو فؤادي بجلد عنيد، وأحيا كما كان قابيل يحيا بقلب بعيد وقول عتيد. هل يمكن أن تقول لي لماذا أنت مكشر؟ ومن هذا البغل اللي في المكتبات؟ يظنون أن أنا بغل بالمكتبات. البغلة يا أخي. يظن. يا أخي أنت ما وجدت شيء أنت تقوله في هذا النص غير البغال. أنا كنت خايف من حضرتك بالذات يعني. كل بغال الدنيا ذكرتها في هذا النص. محمد أبو شرارة الشمراني، مشارك من السعودية. والله أنا طموحي عالي جدا، وأتمنى إن شاء الله أن أعود إلى السعودية بإذن الله ببردة الإمارة. الصباحات سيوف وخيول عاديات ومزاريق وثارات وتوقيع سنابك عند بابك. سرقوا التفاح والزيتون واللوز وأفراخ الحمامة، سرقوا ملح جبينك وشفاهك ونخيلا وكروما ورحيق الياسمينات وأشداء الليالك، سرقوا منك العمامة، جففوا ماء الكرامة من ترابك. أنت أولا في مجاراتك لأمل أبدعت. جميل. ولغتك الشعرية عذبة. أشكرك. ونفس التقنيات اللي استخدمها أمل من توظيف الألوان الملاحم القديمة وإسقاطها على العصر الراهن، توظفها بنفس القوة، لكن أطراف المعادلة تغيرت كثيرا، وبالتالي كان لازم قصيدتك يتضح فيها الرؤية أين تخالف أمل وأين تطابقه. أنت طبعا أجيزك بكل أريحية، فأنت شاعر متمكن. الله. لم يكن قتلك للناقة يعنيني، ولكن الذي يقتلني أنني أركع عندك، أنني أصبحت عبدك وأخوك. إن العبودية لا تستقيم على هذا النحو، لكنها تحدث، وليس أحيانا بل كثيرا. أنا أجيز هذا النص وأتمنى لك التوفيق. أشكرك. أنا هاني صالح إبراهيم عبد الجواد الطهروة من الأردن، من عمان، من مدينة صغيرة تدعى سحاب. طبيب، تخرجت من جامعة علوم التكنولوجيا الأردنية. أهم شيء صراحة هو أن يسمعني الناس، سواء نقاد أو متذوقون. أريد أن أسمع، لا شيء أكثر. نادى قفا نبكي من ذكرى فما وقفا، هو الذي لم يكن ناداهما ترفا، لم يبكيا معه إلا على خجل، لأنت وحدك من نادى ومن ذرفا. مررت بالشعر سرا واستمعت لهم، فرحت مختبئا في الظل مرتجفا. قف بالطلول وحيدا وانتبه لترى أن الحجارة لا تبدي لك الأسفا. أخ هاني، تفضل. في مقاربتك له من زاوية أخرى فعلا، وللقافية الجميلة المضيئة وللإضاءات الشعرية المتكررة فيها. أنا أجيز هذا النص وأتمنى لك التوفيق. يا هاني، قصيدة جميلة جدا، أهنئك عليها وأنا أجيزك. سلمت. فأنت مجاز بالإجماع. قبل أن أدخل إلى اللجنة كان طموحي أن أدخل وأخرج من اللجنة فقط، لم يكن عندي أملا.
بعد ما رأيت ردة فعل اللجنة أصبح الأمل كبيرا في أن أكون ضمن العشرة في العشرين في الحلقات المباشرة، وعلى أمل أن أصل المراحل النهائية بإذن الله تعالى. خالد شكيلي أول مشارك من الإمارات هذا الموسم، مستلهما نجاح عبد الكريم معتوق أمير الشعراء بالموسم الأول. ماذا سيفعل؟ نعم، في الحب أشكو طول ليلي وألبس ثوب سهدي والأماني، وتنكرني عيون الليل أمضي، أغض السير يطردني مكاني، ولا أدري أكان الحب ذنبي، شقيت به وأعلنت امتناني. نعم، عثرت خيولي في انتظاري، وما والله تدري ما غشاني. أنت تكتب شعرا بسيطا هينا لينا سهلا، وبالتالي لم تبذل جهدا كما ينبغي. أنا لن أكسر خاطرك وأجيزها. أخي الكريم خالد، فعلا يعني أنا أتوقع أن نحن بحاجة إلى عمق ثقافي عند كتابة القصيدة. أكيد. يعني أنا أجد مثلا أحيانا تستخدم مسكوكات متداولة بين الناس مثل الحب أعمى. تشجيعا أنا أجيز هذه القصيدة بالتوفيق. الله يسلمك يا خالد، أنت شاعر جميل، والأجمل منك امرؤ القيس الذي ترى أنك تقرأه وهذا باد على بعض الألفاظ في هذه القصيدة. أنا أجيزك، ومن ثم فأنت مجاز بالإجماع. والله لجنة التحكيم مثل ما يقولوا لجنة التحكيم، يعني قدمت القصيدة ونالت إعجابهم الحمد لله، ولكن في تعرفين مرات لجنة التحكيم عندها رؤية خاصة في بعض القصائد، ولكن بشكل عام الحمد لله حازت على الإعجاب يعني.